أستاذة جزائرية من ولاية مستغالي عام. هذه زعما أستاذة تاع سبورت في البريمير. هذه طلعت مع واحد امريكاني ذوي البشرة السوداء، طلعت معاه في لايف وقاعد يهدر معها. وهذا الامريكاني انسان دائما يطلع مع الجزائريات ويهضروا في مواضيع بلا ما نقولكم. المهم طلعت معاه هذا الشيء اللي عندها 22 عام وقاعد يهدر معها، غير طلع معها قالت له جوغ ديرني كيما بنتك، وقاعد تقول لها يعني حسيتك، قاعد تقول لها زعما سميك دادي، قاعده تقول له دادي. وهذا الانسان الكحلوش قالها زعما كون نجي للجزائر ونتلاقوا اسكو زعما توافقي. قالت له واه، وقالت له انا انسانه نبغي ذوي البشره السوداء. وقالها نوضي وقفي ودوري، وهي بطبيعه الحال ناضت وقفت ودارت له 360 درجه، وزادت دارت له واحد اللي كيما نقولوا حنايا واحد الرقصه اللي ما نهضروش عليها، حاجه محرمه كما قال حاجه حرام. المشكل على بالكم فاش راه المشكل نهار اللي تولي المراه المسلمه دير كلش على جال راجل، ولا على جال مانيش عارفه انا، على جال تيك توك ولا على جال حاجه تافهه. عباكم بلي وقت بكري الراجل كان زعما هكا يحلم يشوف هكا مراه ولا بايزوم هكا يهدر مع الشيره. دروك ولينا نشوفوا كل شيء متاح. علاه ما على باليش، ما فهمتش علاش المراه ولا ترخيصه لهذه الدرجه. نعرفوا بلي المراه هو الراجل يحوس عليها ويعطيها قيمتها وباش يهدر معاها يليق لك. مي دروك راهم مستاهلين اكثر من مستاهلين. تخيلوا بلي طلع معاها في لايف ما با 20 دقيقه، ما با 10 دقائق عفوا، ناضت دارت له ورقصت له وقالت له ديرني كيما بنتك، وقعد تقول له دادي، وقعد تقول له نتلاقوا، وقالت له انا نبغي ذوي البشره السوداء. تخيلوا بلي هادو كلش في 10 دقائق. بصح كون يجي عندها واحد جزائري من الصحراء ولا يقولها نتزوجوا، تو تتكسل عليه تتشرط عليه تقولها انا ما بغيش لك حاليج، وانت ماشي شباب، وانا المهر تاعي مليار، وانا المهر تاعي 200 مليون، وانا يستاهلوني كي دايرين وكذا وكذا وكذا. قبل ما نهضروا على انها كما نقولوا حنا مرا، انا مازال ما فهمتش كيفاش هذه استاذه 22 عام استاذه في السبور. هادو وين تقراو وين تتخرجوا؟ انا هذه مازال ما فهمتهاش. كيف استاذه تروح للتيك توك؟ كيف استاذه عندها تيك توك؟ انا هذه مازال ما فهمتهاش. انا راه عندي الشان تاع يوتيوب وراني نهضر فيها وما عنديش تيك توك. ها كيف دروك هادو عندهم تيك توك؟ كيفاش راهم يطراو في هاد لي زابليكاسيون؟ ما فهمتش انا على بالكم بلي ما فهمت والو. كيفاش الناس راهم يديروا هاد الصوالح؟ كيفاش راهم الجزائريات يوسخوا صورة المرأة الجزائرية المسلمة؟ ركزوا لي على كيما نقولوا حنا المسلمة. المرأة المسلمة العفيفة ما ديرش هاد الصوالح وما تطلعش مع البراني وكاع ولد بلادها ولا طلعت معاه، وهاد الصوالح عيب. وتزيد تقول له نتلاقى معاك ونبغي لك حاليج وما على باليش شواله في 10 دقائق. تخيلوا بلي الامريكانيين اللي مع هذا السيد باللي راهم في لي كومونتير كاع راهم يقولوا لها نجوا للجزائر ونروحوا عند الجزائريات ونديروا كذا وكذا وكذا. يعني حنا راهم يشوفوا فينا بصوره حنا باللي حنايا يقدروا يديروا فينا الشيء يبغوا الوقت اللي يبغوه هما والوقت اللي يساعدهم هما، وفي 10 دقائق ولا في 5 دقائق بسبب النساء تاوعنا. يعني النساء المطلوقات هادو اللي ما بغاوش يحشموا. ما فهمتش، ما يحشموا على والديهم، ما يحشموا على ديارهم، ما حشمت على السمعه تاعها انها استاذه وتقري. عباكم عيب كبير 22 عام هاكا حالة تيك توك ومن نيتها. عباكم امر عجيب والله، لا امر عجيب. وجايتها نورمال من بعد كينا خرجت في لايف وتقول له خرجت لواحد قاعد تقول له حنبوك فاسي لي فيديو تاعي. انتي اصلا شراها مطلعك في السوق اللي بعيد عليك. هذا دليل على انك انتي انسانه رخيصه درجه واحد. انتي غيفي مع واحد امريكاني كيف درتي؟ سمنتي جزائري كيفاه ناضت ورقصت له وبينت له المفاتن تاعها ومعريه روحها وتضحك وتقول له درني دادي بليز، وتهضر بواحد الصوت تاع بلا ما نقولكم. عباكم بلي طريقه الكلام ولا فاصون بارلي تاعها والصواح اللي قاعده تدي فيهم لي مانيير زعما نيميرو انسانه خارجه طريق. عباكم الطريقه كيفاش انا جو السوجي هذا مانيش قادره نحكي فيه باسكو عيب وعار عيب وعار. وسختوا صوره المراه الجزائريه. عباكم كي راكو تبانوا مدلولات رخيصات عليها الرجال ما بغاوش يتزوجوا بسبتكم بنات فاميليا قاعدين في ديارهم. واي راجل هاكا جو يقلع مثلا السوجي تاع الزواج ولا هكا حاجه، انا واحده من الناس نوافق على الراي باسكو صراحه الحاله ما هيش تعجب. انا نشوف صوالح انورمال. انا مازال ما فهمتش هادو الشيلات كيفاش راهم يخموا، ما فهمتش انا ياكش ما راهم ياكلوا ما مش في ريسانهم، ما على باليش ما فهمتش على بالكم. شوفي الشيلات هكا برا يديروا صوالح انورمال، طبايع انورمال، لي مانيغ انورمال، عقليتهم انورمال. مانيش عارفه انا ما يدخلوا في هادو لي زابليكاسيون تيك توك يرقصوا. ما فهمتش.
المشكلة الكبيرة كو هاد الكحلوش يعني هو امريكاني في بلادهم وماشي معروف. عباكم باللي كي صرات هاد القصة الجزائريين كومبري دخلوا عندها الكونت وطلعوا لها الكونت، يعني راهم يمدوا القيمة للناس اللي ما عندهمش قيمة. تخيلوا احنا كشعب مسلم نروحوا نتفرجوا هاد الصوالح ونديروا هاد الصوالح. تخيلوا باللي المرأة الجزائرية المسلمة، ركزوا لي على كلمة المرأة المسلمة، ندير صوالح كيما هكا ونورمال قدام عباد ربي عادي كانهم على بالهم بوالو. وزيد هاد الامريكاني موالف يطلع مع الجزائريات، سما باينه باللي على بالها باللي راهي يدير كيما نقولوا حنا لي فيديو، وراه يطلع وموالف يعايرهم ويقعد هكا يهضر في هضره ماشي مليحه. ومام زعما كيفاش بانت لها في عقلها دير هاد الحاجه. انا مازال ما فهمتش على بالكم. عيب وعار، عيب عيب عيب. عباكم بلي عيب كبير، حاجه كبيره بزاف نورمالمون تتحاسب عليها ونورمالمون يتم فصلها من العمل، باسكو هذه انسانه راهي تدرب اطفال واجيال صغار راهم يطلعوا. هي كيفاش غادي تكون الصوره هذه كيفاش استاذه؟ حنا نقولوا بلي كاد المعلم ان يكون رسولا. نعرفوا بلي المعلم يعني كاد ان يكون رسولا، هو اللي يربي الأطفال، هو اللي يقريهم، هو اللي يبلغ لهم الرسالة، يوصلهم، يعلمهم. أي كيف هذه أستاذة عندها تيك توك وتطلع بكامل قواها العقلية؟ كيفاش؟ أنا مازال ما فهمش. أمر عجيب ولا لا أمر عجيب. الوقت اللي وصلنا له كي داير ولينا نشوفو نساء هاكا مطلوقات نورمال يديروا كيما يبغوا عادي نورمال. تحسب رانا في ميريكان. جو راني نشوف باللي هاد النساء تاع دروك يعني المعتقدات الغربية راهم يحوسوا يديروها في الجزائر. هذا هو اللي يسموه كما قالك آخر الزمان. هذا هو آخر الزمان، نهار اللي تطلع امرأة مسلمة مع إنسان يهودي ولا مسيحي ما عندهش كما نقولوا حنا حتى حاجة في حياته، وتوصل تقولها تزوج بيا ونقبل بك عادي ونتلاقوا. تخيلوا باللي هو أمريكاني، يعني في الغرب، يعني عقلية الغرب راهم يسروا صوالح أكثر منها أكثر منا حنايا، باسكو هما ماشي مسلمين. مي هو على ما يطلعش بنات بلاده كونت عام معمر بالجزائريات ويطلعوا معاه، وكل واحدة واش دير وكل واحدة واش تهدر، ويهضروا هضره كما قالك الرجال ويحشموا باش يهضروها. من بعد كي نجو تقولوا الرجال ما بغاوش يتزوجوا، عندهم الصح، باسكو الصوالح اللي راهم يشوفوا فيهم لا كما قالك لا حياه لا قدر لا حشمه لا بولحياه. كيفاش الراجل يقدر يتزوج مع انسانه ويدخلها لداره ويروح يخدم واش دير من موراه؟ عندهم الصح، انا نشوفها ونقولها لكم، عندكم الصح. الحاله ما راهيش تعجب، وهذا هو اخر الزمان. كي توصل قلت لكم مرا دير هاد الصوالح وما تعطيش قيمه لنفسها، كيفاش غادي تقدر تمد القيمه لولادها ولا لراجلها؟ كيفاش غادي تبني حياتها؟ والله لا امر عجيب، حاجه غراف بزاف. انا مازال ما فهمت والو، واللي فهم شي حاجه يفهمني. والله لا. ومن هذا المنبر نقول لكم خلوا لي رايكم في الكومونتير، كيفاش تشوفوا هذه القضيه؟ كيفاش كي ناضت ركزت له، هذه كانت في عقلها ولا ما كانتش في راسها؟ وما فهمتش. وما تنساوش ابوني واشتراك وجيم وبارطاج، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.